السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد، مؤسس مدونة سكيلز تو ليف وصفحة وظائف طرابلس ليبيا. أولا أعتذر من الجميع عن توقف المدونة لسنوات بسبب السفر والانشغال، وخصوصا المتابعين القدامى، حيث وصلت صفحة المدونة على الفيسبوك إلى ما يقارب من 5000 متابع. طبعا بدأت المدونة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا اقتصاديا، خصوصا في سنة 2017، وكان الهدف منها الاهتمام بالتطوير الشخصي للأفراد وتطوير الذات وزيادة الدخل وتحقيق الاستقرار المادي للأفراد، وتوعية الناس بأهمية التطور وتعلم مهارات جديدة لمواجهة الحياة التي تتغير بسرعة. وقمنا بإعطاء أمثلة عديدة على ذلك، ومنها على سبيل المثال الحصر: من كان يجيد القراءة والكتابة فقط قبل 70 أو 50 سنة يستطيع بسهولة الحصول على عمل حكومي مرموق في أي دولة ما. أما الآن خريجي الجامعات وللأسف يشتكون من البطالة. وهذه الصورة التي ترونها توضح كيف استطاعت الدرون التي ثمنها يساوي $100 فقط لاستبدال طائرة هليكوبتر وطيار محترف ومصور وغيرها الكثير. سوف نبدأ بداية جديدة إن شاء الله سنة 2025، ومحتاج إلى دعم الجميع للاستمرار لتقديم محتوى على مستوى عالمي الاحترافية، عبارة عن منشورات ومقالات وفيديوهات وقصص نجاح محلية وعالمية، ولما لا تقديم دورات تدريبية مجانية ليستفيد الجميع من أبناء ليبيا الكرام والأخوة العرب. إخوتي، إذا وصلكم هذا الفيديو أو هذا المنشور من أي من صفحاتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب، سوف تجدون جميع الروابط الأخرى في الأسفل، وأتشرف بكم جميعا. في أمان الله.